يا مساء الفل، يا أحلى ناس. أنا كلش مشتاقة لهم ومشتاقة لقناتي وللنشر القديم. اليوم بما أنه أني يم أهلي وبالعراق حصرا راح نسوي لكم خباز أني وماما. وطبعا لأن أنا كلش أحب للخباز، أعتبر أكلة ملوك، فأشوف أنه من قد ما طيب شلون تطبخه أمي. توقعت أنه هو طبخته صعبة، بس طلع أسهل ما يكون. تعالوا وياي. وإحنا يا جماعة الخير، أمي فتحت الباقة مال الخباز وصفطتهم واحدة بصف الثانية، وطلعت التعبانات، وبعد ما صفطتهم تخليهم على التختة، هاي التختة، وتثرمه بهذا الشكل، كله تثرمه، حتى الورق مالته ناعم، ثرم كلش ناعم. وبعدين اجتي خلته بهذا الجدر، وورا ما خلته بهذا الجدر، جدر كبير، نجي نترسه مي لحد عينه، يعني نملي ملي. اوكي. وهنا أنا أمي بإيدها الطيبة الكريمة على قولة فتناس تسوي هيجي بالخباز على مود يعني ينترس مي على مود ما يصعد الخباز لي فوق على النار. نجي نخلي الخباز هو والمي مالته بدون غسل، لحد هسه بدون غسل، خطوة خطوة، خليكم وياي. هنا المي مالته نزل والخباز هم نزل، إذا تشوفون فرق الجدر. فهسه ايش راح اسوي الوالدة؟ راح اطلع واحدة تشوفه مستوي لو لا. ايش قالت لي ما مستوي. هسه خاطت الخباز، او مثل ما نقول حركته، وراح تتركه يستوي من وحده. هنا استوى. فايش راح نسوي؟ راح ناخذه نخليه بمصفي على السنك، ونغسله غسلة خفيفة، ونصفيه من المي اللي اتفور بيه. وهنا الوالدة أكيد من أيدها الطيبة الكريمة على قولة فدناس لتغسل الخباز. نجي نخلي زيت بالجدر على مود نبلش نطبخ الخباز. خلينا الزيت وبعدين الخباز المغسول بدون أي إضافات، مثل ما دا أسوي لكم خطوة بخطوة، أمشوا وراي. أوكي. هنا خلينا الخباز ونحمسه بالزيت على نار متوسطة، لا عالية ولا ناصية، على مود لا يحترق وينطبخ طبخة مرتبة. طبعا الوالدة من إيدها الطيبة الكريمة تسوي لنا شاورما والخباز على النار. ونرجع لكم على الخباز، خلينا خاشوقة من المعجون فقط لا غير، يعني لا تزيدون ولا تنقصون، خاشوقة واحدة من المعجون. ورح نبدي نخوطهم على مود يتجانس المعجون ويا الخباز. ومي حار، قلاصين مي حار. طبعا أنا نسيت أصور لكم قلاص مي حار، أمي غدرت بيه، قلت لها انتظريني خل أصوره، قالت لا مستعجلة. أوكي. فهنا نضافة قلاصين مي حار، مو هواية ولا أقل، وياها خشوقة معجون، وإضافة الملح، بالإضافة للملح لمن دوزي على مود ينطيح موضة خبل. وراح تبدي تخوضهم، وهذا اللون تغير. وطبعا مثل ما قلت لكم حبيبة قلبي الوالدة اخطبوط طبعا تسوي لنا فلافل وشاورما، والفلافل طبعا الخبطة والعجينة كلها من ايديها، وبالإضافة انه تخلي له سمسم. مالكم شغل بضافير يعود انا مسوية اكريليك وكذا. المهم نرجع لكم لأكلة الملوك اللي انا كلش احبها، كلش احبها. وهنا أنا خلص الطبخة، خلصت كل شي كمل، شفتوا كلش سهلة طبختها. تعالوا وين رايحين؟ قبل لا نسجل الفيديو رجعوا للتفاعل، السبسكرايب، سووا مشاركة لقناتي، لايكات، تعليقاتكم، أنا كلش مشتاقة للتعليقات مالتكم.
وألف تحية من أم درة لكل متابعيني اللي أنا كلش أحبهم وأحب تشجيعهم. يلا هسه نقفل الفيديو، وأكيد انتظروني بالفيديو اللي بعده. مع ألف 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 سلامة.